أهلا بكم في نشرة مرور صباح يوم الأربعاء. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. عودة للعمل الرسمي والمدارس والجامعات بعد أجازة عيد الميلاد المجيد. كثافات متوسطة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية. متابعة ميدانية لخطوط السير السريعة صحراوية وزراعية وترابية، وبمناسبة توجه السادة المواطنين ذهابا وإيابا إلى القاهرة الكبرى لقضاء احتياجاتهم أو العودة عقب انتهاء أجازة عيد القيامة المجيد. الطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى شهدت كثافات متوسطة، وأيضا مناطق الأعمال والمناطق التجارية وكورنيش النيل. لذلك تم تعزيزها بالتنسيق ما بين غرف العمليات والخدمات الميدانية، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. التعامل مع المواقف العشوائية والأعطال المرورية بيساعد بشكل كبير على تحسن الحالة في الشارع المصري. دائما وأبدا بنناشد السادة قيادي السيارات ومع بدء العمل الرسمي عقب الأجازة الالتزام بتعليمات رجال المرور، وأيضا عدم التواجد في غير الأماكن المخصصة لانتظار السيارات.